السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم فيديو جديد من قناة منصور فود كورنر. وبهي الحلقة رح نعمل احنا مين أحسن أكل شاورما بالإسماعيلية. انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ ده الكلام ده بتاعي. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. يا زلمة تعال عود ورح نعمل حلقة كتير حلوة، أنا وأنت واحد عود. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد إن شاء الله من قناة منصور فود كورنر، والحلقة دي هنعمل إيه أحسن شاورما مصري في إسماعيلية. ما شاء الله عليه، شاطر سريع. أول معنا الشيف دمشق، وتاني واحد معانا الدمشقي، وثالث معنا غد الشام، ورابع واحد الدجاج الشامي. وهلا شو حنبدأ هلا؟ يا حبيبي أنت ضيف الحلقة، شوف أنت هتعمل إيه. أنت قل لي أنا ما بعرف أنا. ده نبتدي بأول واحد. طب معانا هو أرخصهم. شو هذا؟ مين هذا؟ ده رغد الشام، كان بسعر 50 جنيه. الصلاة هذا الميزان. الصلاة على النبي. طبعا زي ما عودناكم هنوزن ونشوف السعر والميزان هنعمل ايه. طبعا النص عنده خبره في حوار الشاورمات والكلام ده كله. شوف بقى نص سندوتش ده مدينا كام جرام كده؟ هو المفروض الصغيرة تمام من 60 ل 70 جرام. صلاة على النبي. 199 قول 200 جرام. 200 جرام قول 50 20 من هي فيها شاورما مو اقل من 100. حصل. يعني صاحب المحل خسران يعني. حصل. يعني خسران. وانا بعرف من صار يعمل السندوتش. تسلم يا صاحبي. ما تزودش غير لما احنا عايزين الطعم. سيبك من الشيء وجايب لك سكينه كمان. طبعا يا جدع حط هو في طبق؟ ايوه هو قطع في الطبق؟ وهي انا واحده وانت واحده. ماشي. انت رزمة وانا رزمة. يلا نشوف وهي الطعم. علبه السوميه كمان. ماشي. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الحاسه حسب التوميه. نسيت معلش مصري. الصلاة على النبي كثير طيبه. ثواني نفس تاكل. والله طيبه. والتوميه اللي عاملها كمان ما شاء الله عليه. هي الفراخ هنا صراحه حلوه، في طعم تتبيله في الفراخ هنا طعمه حلو جدا زي نظام شوي او فحم كده، والتوميه زي ما قال الراجل ده. هي الشاورما باينه انه من اخره، شاورما باين السيخ على اخره، بس ما شاء الله يعني الشاورما بتضل يعني ما شاء الله عليه. شوف اللي بعده. يلا. وهي ثاني معنا الشيف دمشق. يلا. اوه لا هذا خسران. شوف جايب لك توميه شاورما، علبه مخلل وعلبه توميه. قد ايه حقها هي؟ ده 50 جنيه. 50 كمان صغيره. تمام. شوف بقى ميزانها كام جرام. بس اهم حاجه الطعم. قد ايه بتحط لها ميزان هي؟ تقريبا مثلا 150 جرام او انا بحط لها 120 جرام. 140. طب شوف بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة لا النبي. ده 203 جرام. لا. ده عارف انت اللي هو يبان صغير بس يحير. اما السندويش لا سخن محمصين تحميص ممتاز. شوفوا جنبين مقسوم. طبقي. طلعت لك بالورقه. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسرح. مكتر مخلل فيها السندويشات. توميه يا راجل. توميه. بس في حدقان كده اول ما خلي الحادق قوي. مكتر مخلل بالسندويشه. انت والسندويشه طري صراحة. والسندويشه ما محطوط فيها شاورما، محطوط فيها توميه كتير. لا والله. مش حاسس بطعم الشاورما فعلا. التتبيله هنا ضعيفه خالص. مكتر فيها مخلل. مكتر فيها توميه. الشاورما اللي هيك السندويشه ملخيه صغير يعني، او بتعمل هيك ملخيه ما فيها شاورما. يعني الميزان ده عشان المخلل والتوميه. مكتر بس فيها بصراحه طعمه حلو برضه، انا عاجبني جدا الساندوتش ده. اول مره ما بتعجبني بصراحه يعني. اللي بعده خد يا نجم تالت واحد. مين؟ دجاج الشامي. دجاج الشام. الصلاه على النبي. سعر 55 جنيه. لا 55. كسرنا حاجز ال 50 جنيه من المره اللي فاتت خلاص. الثاني كان قد ايه ب 50؟ انا جعان. هتاكل محمصه تحميص على الاخر، ومحمصه تحميص حلو، تحميص رايق على ما اظن هتعدي الميزان. ميزان يلا 198 جرام. بالضبط يعني 200 يعني. هات طبق. و50 جنيه. هات حتتي. خد اشمعنى الناحيه دي يعني. خد ماشي. اللي بدك اياه. عدد لك الاكتر، عدد لك المليانه شاورما. يلا حته من غير توميه الاول. انا عارفان انه شاورما التوب هي بالدجاج. طعم والله من نقد الشام. مليانه شاورما صراحه توميه صح. هي فيها مخلل وفيها معقول، بس الشاورما مليانه. هي كبيره ما 65 55. 55 صغيره. يا عم سيبني اكل بقى. صغيره 55. حلوه والله حلوه ابدع. هذا هي صغيره، في اكبر منها 65 ممتاز على فكره. بصراحه سعر 55 جنيه على الطعم ده حلو جدا، طعم مقبول وحلو والكميه حلوه. انا اكل توميه إيه رايك فيها؟ صراحه طعمها حلو. اللي بعده واخر واحد دمشقي بالصلاه على النبي. هذا محل بالاسماعيليه بس بسعر 60 جنيه. يا رب الطعم يعجبني. صغيره. وسط. هي وسط يعني صغيره. ماشي تمام. هي تعدي 200 ان شاء الله. استنى شغل ميزان. كرهوا قد ما حطينا له شاورما كتير. 183 جرام. اقل واحد. اقل واحد واغلى واحد. يلا عادي. يا رب الطعم يعجبنا، لو ما عجبناش هتبقى حوار. اقطع يا حبيبي. معلش يعني فين التوميه؟ سوري صحيح نسيت. تمام. الحاجه دي ما تتنسيش يا حبيبي. حاطي لك توميه وصح، وكمان حاطي لك شغلات ثانيه. حاطين معاك 3 زرافه كاتشب. اكبر علبه توميه، اتقل علبه توميه انا شفتها 60 جنيه. وكاتشب. بس في فراخ كتيره خلي بالك برضه.
انا بصراحه ما اعرفش شاورما غير بالتوميه. طعمه قريب هنا من شيف دمشق، قريب من الشاورما رايقه جدا، انا مكتر البهارات بالشاورما. مم. شاورما طيبه طيبه. انت محسن في شيء غريب شاورما في بهارات زياده شويه، مكتر لها بهارات ومكتر لها ملح. حادقه سنه فعلا، والمخلل مظبوط، ما مش حادق. لو المخلل ده كان زايد هنا لا من ما كانش الشاورما، يتاكل. الطعم من الشاورما بس طيبه. والكاتشب ما له لازمه، كاتشب شاورما بتتاكل مع هو الشاورما. معقوله بتوميه بصراحه، علبه توميه تكفي 2. حلوه رايقه. لسه بتاكل؟ ايوه كده، خليك مصري. وبكده تكون الحلقه خلصت، ونشوف الشيف انوس هيقول لنا مين احسن واحد. شوف انا من حسب نظري يعني من غير ما حدا يزعل يا جماعه، أيوة. حسب ما انا اكلنا يعني. تمام. انا شايف انه نمبر 1 تمام. لحد هلا بالاربع سندوتشات اللي اكلناهم الرغد الشام صراحه مطعم طعمه حلو. جديد حصل. وطالع وبالصلاه على النبي. وفي شغله ثانيه إيه؟ ده كان مغلف السندويشه يعني حصل. خسران تغليف. في تغليف كان مكتر فيه. شاورما وارخص سندويشه تاني واحد دجاج شامي نمبر 1 صراحة. كمان. دجاج شامي كمان جامد. التالت كان الدمشقي بس الدمشقي غالي، يعني رخص ال5 جنيه، الناس ما عادش تاكل اليومين دول. مش برضه هو نمبر 1 الاول. هو لازم صراحه يغلي. ابو قديمه الله يديمه. اخر شيء الشيف مع انه انا زعلان. لا هو على طول لو باخذ من عنده لو شال المخلل هيبقى حلو، ما نظلموش، هو ممكن تكون المره دي غلطه. المخلل صح. بس هو طعمه حلو برضه. وصلنا بقى لنهايه حلقتنا، يا رب الحلقه تعجبكم ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات تانية. سلام.